السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. راجع لكم بقى النهارده بفيديو جديد كده. يا رب يعجبكم ان شاء الله، وتشجعوا بيه كده وتاخدوا منه افكار حلوة باذن الله. راجعه النهارده بفيديو كله طاقة وكله حيوية وكله نشاط. مش نازلك النهارده بالفيديو ده عشان تتفرجي عليه وانتي قاعدة، لا اتفرجي عليه وقومي كده سمي الله وابتدي بقى. لو البوتاجاز عندك عايز يتصبن او المطبخ عايز يتنظم، الكلام ده كله قومي بقى كده اتنشطي واعملي حاجتك يعني. يلا نبتدي الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بس في بداية الفيديو كده نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنسيش تعملي لايك وكومنت زي العسل زيك. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي المتواضعة علشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده انا ابتديت كده بان انا يعني اغسل البوتاجاز كويس كده من ساعة ما عملته معاكم بهكر. وهو نظيف جدا يعني بصراحة. بس مثلا لو عملت فيه يومين تلاتة كده ان انا لو ما عملتهوش او نسيته او كسلت عنه بلاقيه يتبهدل، بس بلحقه على طول. زي ما انتوا شايفين كده ما خدش معايا وقت خالص. انا رشيت عليه المنظف بتاعي بس ما كانش هكر. انا كنت رايحه اجيب هكر، فالراجل اداني نوع قال لي هو زي هكر برضو، و اسمه لادور. عايزه اقول لكم هو ما خدش وقت معايا خالص، يعني رشيته هو حلو قوي قوي. بس طبعا هكر استعملته كان عندي دهون كتير. لكن لادور ده ما استعملتوش وعندي دهون كتير، فبرضو ايه حسيت ان نتيجته احسن. بس في فرق بسيط عايزه اقول لكم عليه، ان هو ما فيهوش ريحه زي هاكر. يعني ريحه هاكر قويه شويه عنه. هو في منه يعني بروايح لافندر وبرتقان وليمون وكده. ف طبعا مش بيديكي نفس الريحة اللي مكتوبة عليه، ولكن برضو مش زي ريحة هاكر يعني. بس كده عملت البوتاجاز في السريع كده. مرضتش ان انا اطول عليكم علشان انا عاملة فيديو مفصل مع البوتاجاز لوحده. المهم انا خلصت كده في السريع. بص هو يوم كده كله روتين ونظافة بقى وغدا بقى والكلام ده. بس كده انا خلصت بقى البوتاجاز ورشيت عليه جلانس زي ما انتوا شفتوا، عشان انا بحب المعه بنفس الطريقه دي قلت لكم قبل كده. بصراحه بيدي تلميع كده وكفر حلو قوي للستيل، بيخليه ما يتبهدلش معايا على طول يعني. بس كده هنعمل بقى معاكم غدا خفيف كده. تقريبا عملت منه قبل كده تقريبا يعني. بس هو بصراحة من أنواع الغدا اللي هي دمها خفيف كده وخفيفة على المعدة. وبصراحة بتبقى طعمها حلو وبتأكل، غير بقى الصلصات والكلام ده يعني. غير لما تعملي بقى طبيخ بقى بيبقى تقيل يعني، في ان انتي تقفي اصلا تعمليه وفي انه يتاكل وكل حاجة. انا هنا عملت بصلايه كده محترمه يعني. طبعا انت لو مالكيش في البصل او مش بتحبيه اعملي بصلايه وسط عادي. بس اصلا بصراحه انا بحس ان الوصفه دي يعني هي البصل هو اللي بيحليها بصراحه. ده من وجهة نظري. زي ما قلت لك قبل كده لو انت مش حباه يعني اعمليها اصغر او شيليها خالص براحتك يعني. فانا هنا عملت بصلايه وسط كده حلوه يعني، وضفت لها طماطمتين مقطعين بالشكل ده. لو انت عايزه تقطعيها شرايح براحتك. وحطيت بقى التوابل اللي انا بحبها يعني اللي انا عايزاها: كمون، فلفل اسمر، رشة ماجي وملح بس. حطيت هنا كمان شوية خلطة كده، شوية توابل صغيرين كده من خلطة الشاورما، اقل من نص معلقة صغيرة كمان. عايزه اقول لكم بتطعمها قوي وبتخلي طعمها حلو. هي عباره زي ما قلت لكم قبل كده عباره عن توم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر. انا هنا جبت بقى طبق عشان اطلع عليه البطاطس. عايزه اقول لكم الاكلات الشعبيه دي من اخف الاكلات اصلا. هي سريعه بتبقى حلوه ومش تقيله وحلوه يعني. بس كده البطاطس طبعا بتطلعها برضو اللون اللي انت عايزاه. يعني انا بحبها كمان افتح من كده، بحبهاش تاخد اللون البني ده، بس زي ما انت عايزاها يعني. انا هنا طلعتها بقى على منديل كده علشان يشرب الزيوت اللي فيها. وطبعا انت ممكن اصلا تحطي البطاطس دي في بولة كده وترشي عليها رشة زيت وملح وفلفل او زعتر، وتقلبيها كويس في البولة دي وتفرديها كده على صينية وتدخليها الفرن. يعني هتبقى مشوية وطعمها حلو
ومش مقليه لو انت مش عايزاها مقليه يعني. بصوا بقى انا هنا خليت الطماطم تدبل خالص والبصل وعاشوا كده مع بعض. وجبت هنا شريحة لانشون واحدة، ممكن لو انت عايزة تضيفي اكتر او تحطي بدلها بسطرمة براحتك يعني. وكسرت عليها بيض، كسري برضو الكمية اللي انت عايزاها. بس كده. دي بقى مش عارفة يعني، قولي عليها شكشوكة، طاجن بيض، اي حاجة انت عايزاها، بس اصلا هي خلطة جميلة جدا. لو انت كمان عايزة تضيفي لها فلفل رومي، بتبقى قمر. الفلفل الرومي بيديها ريحة وطعم حلوين قوي. وحطيت على وشها كده يعني كام واحدة زيتون مقطع، وبس حطيتهم من على الوش كده وما قلبتهوش علشان ما يمررش او ما يخليش طعم القرص كله طعمه زيتون، انا مش حابة كده. بس كده. وقطعت بقى طماطم ورصيتها بالشكل ده ولانشون وجبنة والبطاطس. احلى اكلة وفضل ونعمة والحمد لله. وتفضلوا معانا بقى بجد، يعني الريحة كانت جبارة. بصوا شكله حلو قوي. وكمان لما يكون مستوي كمان كويس بيبقى احسن. انا طبعا بعد ما حطيت الحاجة دي عليه وغطيته وسبته يستوي براحته. طبعا انا هنا ضفت طحينة علشان البطاطس، اللي حابب واللي مش حابب خلاص. وطبعا بيبسي بقى وكده لازم يعني. بس كده، دي كانت احلى اكلة واحلى قعدة. فالحمد لله كلنا. قمت بقى ايه، قلت اكيد ما اسيبش المطبخ بالشكل ده يعني. خلاص بقى اكلنا والبوتاجاز نضيف كده وبيلمع معايا، فقلت اكمل بقى جميلي واخلي المطبخ كله قمر كده. بس بقى كده قمت سميت الله وابتديت ان انا اقف اغسل المواعين دي. اول حاجه زي ما انتوا عارفين طبعا طريقه غسيلي في المواعين. مش كل الناس بتغسل بالطريقه دي يعني. انا حتى اختي تقولي انا مش بعرف اغسل كده، لازم تشطف حاجه حاجه وتغسلها الاول وبعدين تشطفها. لا انا مش بحب كده. الطريقه دي بالنسبه لي اسهل بكتير، ان انا بشطف بشطفهم خالص وبنزل منهم بواقي اكل وبنضف المواعين خالص. وبعد كده ببتدي ان انا برضو اغسلها اصبنها كلها واشطفها مره واحده. انا هنا طبعا معايا بوله، انا مش بحب استعمل الازازه خالص بتخنقني ومش بحسها مش عمليه في الاستعمال يعني. الصابون ده تقيل جدا، فبزوده بقى ميه كده وسنه خل عشان تعقم معايا المواعين. وببتدي كده اسمي الله بقى، وابتدي بقى كده اخوض المعركه بقى. بص، هو اكتر حاجه بتفاجئني وبتصدمني لما اخلص اللي في ايدي اللي في الحوض وبص ورايا الاقي مواعين تاني. دي اكبر صدمه في الحياه يعني. بس الحمد لله خلصت بقى. زي ما انتوا شايفين كده، هم اصلا ما كانش مواعين كتير، بس قلت بقى ايه يعني الم الدنيا يعني. مش كتير بس ما يقعدوش يعني. اول ما خلصنا كده رحت قمت سميت الله بقى وبدأت بقى ايه ان انا اعمل الحاجات دي. بصوا يعني بغسل المواعين كلها، بس طبعا ببقى غاسله الحوض والحوض نضيف يعني، عشان ما احطش المواعين وهو الحوض مش نضيف. وبعد كده بشطفهم كلهم بقى مره واحده. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بقى. طبعا اختي كانت معايا هنا، فكانت واقفه بقى، واقفين بقى بنرغي. انتوا عارفين بقى تشطيب المطبخ ده وحد واقف بيرغي معاكي اياه بتبقى متحسيش بيه اصلا. ربنا يخلي لنا كل حبايبنا يا رب، ما يحرمناش من اهالينا. بس بقى عايزه اقول لكم على حاجه. انا بشكركم جدا جدا على تعليقات الفيديو اللي فات، وبتمنى منكم تدعموني اكتر علشان ان شاء الله ما بطلش انزل فيديوهات كده واتشجع. عشان بجد يعني انا خلاص قربنا نوصل لل3000 مشترك. طبعا هي حاجة بسيطة جدا، بس يعني بحلم اوصلها وبعدين احلم بالاكتر. فبإذن الله ربنا يخليكم ليا ونفضل كده يعني مع بعض في تقدم بإذن الله. بصوا انا مادام غسلت المواعين كده ونضفت المطبخ، لازم كل حاجه حواليا تبقى بتلمع. فاي حاجه مضايقاني ببتدي بقى ان انا ايه انضفها، يعني اخلي كل حاجه كده نضيفه عشان انا احس براحه نفسيه بقى. وانا داخله المطبخ ما احسش حاجه عليها دهون او حاجه مش نظيفه. ببقى متضايقه جدا، ببقى اصلا مفيش طاقه ان انا اقف في المطبخ، ببقى مخنوقه. وانتوا عارفين المطبخ اصلا هو ده وقتنا طول اليوم يعني، ده اكتر مكان بنقف فيه طول اليوم، بنقضي فيه وقت طويل يعني.
فاي حاجه بقى مضايقاني كده بمسكها بقى ان انا انضفها. زي مثلا الصبانه بتاعه المعالق دي، الكلام ده كله يعني. هتشوفوهم بقى دلوقتي بيلمعوا ازاي ونطفوا ازاي. عايزه اقول لكم النهارده الفيديو طويل شويه، بس كله حاجات جميله كده ونظافه بقى وطاقه وكده يعني. وزي ما قلت لك في بدايه الفيديو، انا مش عامله الفيديو عشان تتفرجي عليه وبس، لا قومي اعملي نفس اللي انا عملته. ولو انت مش محتاجه والحاجه دي نضيفه عندك، اعملي حاجه تانية تنشطي كده. هو ده الدور اللي انا بقول لكم عليه. فبصراحة لقيت عليه الشيف نجلاء الشرشابي، فقلت بقى موثوق فيها وكده فجربه. هو فعلا طلع حلو قوي بجد. بس كده. انا بصوا هو اصلا منظف لكل حاجه زي ما انتم شايفين كده، انا رشيته هنا. واصلا كنت اول مره اجربه على اي حاجه غير الستيل او غير البوتاجاز او كده. فقلت اجربه بقى، جربته على السيراميك وجربته على الصبانات دي والحوض. عايزه اقول لكم بجد اداني نتيجة حلوة قوي، نتيجة مرضية. كنت حاسة كل حاجة بتلمع حواليا. وريحته زي ما قلت لكم مش قوية يعني، ريحته ما ضايقتنيش زي هكر بصراحة. يعني هكر كان فيه ريحة مضايقاني. بس طبعا مش زي الباور ده خالص بتاع مايوي، لا. هو هاكر كان فيه ريحة مش قوية بس أشد من لادور ده. يعني لو لقيتي لادور هيبقى أفضل. طبعا سيترس أفضل منهم هما الاتنين أكيد يعني. فدول بدائل لسيترس. فاحنا بدل ما نجيب مثلا حاجة ب45 جنيه أو ب50 جنيه، ده ب25 جنيه وحلو بيقضي نفس الغرض يعني. فرشيت بقى على الحاجات اللي انا عايزه انضفها. وابتديت ان انا سبتها كده شويه زي دقيقتين 3 كده. وابتديت بقى ان انا اغسلها كويس. عايزه اقول لكم ممتاز. ممتاز والله العظيم، خلى الحاجه دي في ايدي بتلمع. ايا كان بقى بلاستيك او ستيل، كل اللي انا استعملته ده كان بيلمع ونضيف في ايدي. رغم ان هما ما كانوش يعني مش نضاف قوي. يعني عارفين لو مش نضاف قوي ماشي كنا هنقول مثلا بين نظافتهم او كده. لا والله كانوا نضاف مش وحشين قوي، بس برضو كانوا بيلمعوا وادوني نتيجة روعة بصراحة. فضيت كمان بتاعة المعالق دي وقلت اغسلها كده، عشان طبعا لما بصفي فيها المعالق بتعمل مية تحت كده. بصوا انا منصحش بيها خالص بصراحة. بصوا في غسيلها اصلا متعبة، ومش عارفة هي مقرفة بصراحة في استعمالها، منصحش بيها خالص. ومتهيألي مفيش حد يعني اعرفه شخصيا جابها وشكر فيها يعني. هي شكلها حلو مش وحشة وخامتها حلوة قوي. بس تيجي يعني السكاكين بتشبط فيها، المعالق شوك، مش مريحة في الاستعمال. ولكن هي شكلها شيك وحلوة يعني. وكمان في غسيلها زي ما انتوا شايفين كده وانا بغسلها، مضايقاني في غسيلها لان الاسبونجة بتمسك فيها برضو كده. بصوا انا عايزه اقول لكم كل حاجه بقت قدامي بتلمع. نظافه في نظافه بقى وراحه نفسيه كده الحمد لله. الحمد لله على كل حاجه، على نعمه الصحه وعلى نعمه اي حاجه عندك. حتى لو كانت بسيطه، حسي قد ايه دي نعمه ومش في ايد غيرك. عشان تبقي راضيه. الرضا بالحاجه اللي في ايدك ده اكبر نعمه في الحياه. فالحمد لله. ربنا يرزقنا الصبر والرضا. بصوا بقى الخانه دي كده بحط فيها شاور او بلسم، مش عشان في المطبخ. بصوا انا هنا كان عندي شوية تاني قبل يعني، كنت فضيهم من الصبانة عشان اغسلها. حطيتهم وكملت عليهم بقى. بصوا بعد ما بخلص مواعين خالص واخلص المطبخ باخد شويه على ايدي كده. عايزه اقول لكم الشاور او البلسم بيخلي الايد ناعمه كده، ومش يعني مش بتتاثر من المنظفات اللي بتغسلي بيها. بصوا بقى دي بقت بتلمع ازاي، البينك بتاعها بيلمع كده وبقت جميله. والصبانة كمان اللي انا بحط فيها الاسبونجة دي، الاسبونجة بتاعت الازاز والكوبايات وكده. وكمان غسلت الحنفية كده. بصوا يعني خلاص اي حاجة قدامي بقى بقيت اصبنها كده او اغسلها يعني. والسيراميك وكل حاجة. بس انا ما طولتش على يعني، كنت عايزة اركز قوي ان انا ارش الادور ده على السيراميك في الفواصل كده واشوف واستنى شوية واغسلها كويس علشان اشوف الفواصل بتاعت السيراميك دي هتنضف ولا لا. ان شاء الله هبقى اعملها واشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي، عشان مش بحب الفواصل بالشكل ده. بس بقى كده كل حاجة نطفت حواليا ومبقاش عندي مواعين الحمد لله. بصوا بقى كل حاجة كده بتلمع ونظيفة وقمر. الحمد لله. بس بقى كده وهبتدي بقى ان انا ارجع المعالق مكانها.
والسكاكين بقى والشوك والكلام ده. بصوا عايزه اقول لكم، انتوا لما بتعملوا كده في المطبخ ممكن تقفوا مثلا نص ساعه زياده ولا حاجه، ولا ساعه حتى، بس بصراحه بتلاقوا بعد كده راحه. انتي داخله المطبخ وانتي نفسيتك مرتاحه كده، ومطبخك كله نظيف وشكله حلو وريحته كمان جميله، فبتبقي مرتاحه يعني ان انتي تقفي المطبخ، ما بتبقيش متضايقه. حلوه قوي السكينه اللي انا وريتها لكم الصغنونه دي، بقشر بيها توم وكده، وساعات بقطع بيها حاجات صغنونه. بصراحه حلوه قوي، بس خدوا بالكم منها عشان ساعات بتبقى حاميه يعني. بصوا بقى النظافه، يعني النظافه باينه بصراحه، حتى لو الحاجه مكانتش زي ما قلت لكم مش نظيفه قوي، بس برضو يعني في نتيجه حلوه. دايما طول ما ايدك في الحاجه، ماما دايما تقول لي كده، طول ما ايدك في الحاجه هتلاقيها دايما نظيفه ومش بتتراكم عليكي حاجات كتير يعني. خلاص بقى كده خلصنا، يلا نكافئ نفسنا بقى. يعني نكافئ نفسنا، اكيد مش هنتعب وما نكافئش نفسنا كمان. بصوا انا معايا هنا جبت لبن بلدي. هو اصلا انا بحب البلدي عشان بيبقى طعمه اقوى واشد من الاكياس اللي هو بخيره بقى والكلام ده. فحبيت ان انا اعمل النهارده السحلب بلبن بلدي. سحلب بقى شتا بقى وكده. فمعايا هنا باخد تلات كاسات او 3 مجات اللي انت عايزاه يعني. بصوا عايزه اقول لكم ان الباسكت ده ما قعدش. انتوا متصورين انا جايباه عشان كل مره كده نعمل حاجه فطار كده يعني، لما نحس ان احنا عايزين حاجه مسكره او ناخد بسكوت جنب فطار. وطبعا كل تخطيطاتي دي ولا ليها اي اساس من الصحه خالص، انا بس عملت الوصفه دي. وبعدين ايه، انا اصلا حاطاه في المطبخ يعني عشان ما حدش يشوفه. المهم جينا في يوم كنا زهقانين كده، طب عايزين حاجة مختلفة، وجبنا الباسكت ده قلنا كل حد يختار حاجة. فما شاء الله قام فاضي يعني، ولكم أن تتخيلوا إن هو قام فاضي. بس بقى فما علينا، سيبنا من الباسكت اللي قام فاضي ده. المهم أنا هنا بحط على كل كاسة أو كل مج أو كل كوباية تستعمليها معلقة من السحلب كبيرة. طبعا انتي حسب، عايزة اتقل عايزة اخف، دي حاجة ترجع لك انتي بقى. وبحط طبعا برضو كمية السكر اللي انتي عايزاها او اللي هتستعمليها. وبتبصي بتحطي بقى في الكاسة دي اي حاجة انت عايزاها بقى، من مكسرات من بسكوتات، ممكن اي حاجة. حتى من الباسكت اللي انا جبته ده، يعني المنظم اللي انا كنت حاطه فيه الحاجه ده، اي حاجه ممكن كانت موجوده فيه تزيني بيها. بصي انا هنا ما عنديش صوص شوكولاته، فجبت عادي الاكياس الصغيره دي. انا عايزه اقول لك الكيس ده بجنيه، انتوا متصورين؟ فهو مش حوار خالص، والحاجة مش غالية. بجد بتسعدي نفسك بأبسط حاجة في البيت. يعني عايزة اقولك الكاسة اللي احنا نعملها دي برا ب25 جنيه او ب20، مش يعني هي حاجة كده. ما علينا، زي ما قلتلك انتي بتسعدي نفسك بأبسط حاجة زي ما انتوا شايفين كده. المهم انا زينت الكاسات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلتلكم مش مكلف خالص. بصوا مش محتاجة اي افتكاسة صراحة. بتقطعيها يعني، تقطعي كده حتة صغيرة خالص عشان تديكي نفس الشكل ده. ولو انت عندك الازازة اللي هي بتاع الدريم او اي صوص شوكليت ممكن تستعمليها عادي لو متاح يعني. فاكيد لو مش متاح مش هنعمل، لا هنعمل برضو بأبسط حاجة زي ما انتوا شايفين. هتجيبي بقى صينية تقديم وهتقدمي عليها الكاسات بتاعتك. ممكن تعملي في اي شكل، ممكن تعملي في مجات عادي، اي حاجة برضو. هتستعملي بقى الاوريو. بصي هو لو استحلب تقيل هيفضل الاوريو ده تحت كده، لو استحلب خفيف زي ما انا عاملاه شويه الاوريو ده هيطلع على وش الكاسه. بصوا بالشكل ده. بس كل كاسه كده بتاخد 2 اوريو. بس الطعم بيبقى حلو قوي قوي، وبصراحه استمتعنا بطعمه. وتفضلوا معانا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. بجد تعبت جدا في الفيديو ده، بتمنى من ربنا ان هو يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت زي العسل زيكم. واستنوني ان شاء الله فيديو جديد قريب جدا. ويلا مع السلامة.